السلام عليكم الإخوان والأخوات، مرحبا بكم في القناة ديالكم إلى أوروبا. اللي كيشاهدني أول مرة ما يبخلش عليا بالضغط على زر الاشتراك، خلي لي تعليق جميل الفيديو إلى عجبه. عندك تعليق، سؤال، استفسار، أي حاجة مرحبا. إما صيفط ليا في واتساب غادي نجاوبك أكيد، ولا خليها ليا في تعليق راه غادي نجاوبك أكيد. الإخوان، كانت واحد النوتيفيكاسيون في السيت ديال بلاس تقريبا شحال هادي شفتها، ولكن والله ما يعني ما لقيتش الوقت باش نقولها لكم. واخا درت فيديو موراها وهذا وهي ما قلتهاش، نسيتها. كنت داخله دابا كنقلب غير بالصدفه ولقيت لقيتها هي باقه. لقيت واحد النوتيفيكاسيون اخرى بالنسبه لهاد النوتيفيكاسيون اللي كانت شحال هادي. pour la collecte des passeports في تطوان والرباط. nous informons nos respectueux demandeurs que personne en votre part peut récupérer votre passeport, même la procuration n'est pas acceptable. الناس ديال BLS، الناس ديال تطوان والناس ديال الرباط. الوكالة باش شي واحد يمشي يجيب الباسبور في بلاصتك ما بقاتش مقبولة نهائيا. كيف ما كتعرفوا انه كدير ليه وكالة وسط BLS يسولك واش انت اللي غادي تاخد الباسبور ديالك ولا دير شي واحد اخر، كتقول لهم واحد اخر. حتى هذيك القضيه ما بقيش غيقولوها لك. وكالة ما مقبولاش يعني الباسبور ديالك تمشي تجيبو بوحدك. واخا تمشي عندهم نهار تدفع وتقول لهم راه مثلا بابا ولا خويا ولا الزوج ديالي ولا ولدي ولا اللي هو اللي غيجي ياخد الباسبور ديالك، ما يقبلوهاش منك. هذه خاصه بالناس ديال تطوان والرباط. لي زوتر فيل ما عرفتش، المهم حاطينها على قبل الناس ديال الرباط وتطوان. وكاله من اجل سحب جواز سفر ما مقبولاش. الباسبور ديالك تمشي تجيبو بوحدك، حتى شي واحد ما يقدر يمشي يجيبو في بلاصتك. واخا تكون دافع انت وياه، يعني الزوج والزوجه خصهم يمشيو بجوج بهم يجيبو الباسبور ديالهم. حتى واحد ما يمشي ياخذ الباسبور في بلاصتك. بالنسبه للاعلان اللي كاين اليوم، هو لوفيرتور دي رونديفو دي موا جانفي بور لو سونتر بيليس اكادير لو 26 ديسمبر مع جوج العشيه جيسكا ايبويزمون دي كوطا مونسيال. الناس ديال اكادير نهار 26 في شهر 12 مع الجوج ديال النهار غادي تفتحوا المواعيد. ولكن اش من موعد غادي تفتحوا؟ الموعد ديال بي اس بطبيعه الحال هي ديال اسبانيا، ولكن اش من شهر واصلين ديال شهر واحد. قال لك لو موا جانفي، يعني من هنا كنستنتج انا بعدا والله اعلم، يعني بي ال اس اكادير واصلين في شهر واحد. يعني نهار 26 في شهر 12 2023 مع جوج ديال النهار غادي تفتحوا المواعيد. ومنين الناس غيدخلوا يشوفوا المواعيد اللي كاينين غيلقاو انهم لايحين المواعيد ديال شهر واحد. اذا الناس ديال اكادير يكونوا في الموعد نهار 26 دجنبر 2023 مع جوج ديال النهار. حط حداك الباسبور ديالك. لاكتيفاسيون دو دوطاسيون تكون دوطاسيون تكون اكتيفي في الكارت بانكير ديالك. تكون اكتيفي الكاميرا باش دير سيلفي. وان شاء الله كنتمنى التوفيق للجميع. اكيد احنا عارفين المشاكل اللي كتوقع وداك السيستم كيطيح وهذا، ولكن الانسان يحاول ويحاول وما يملش حتى ياخذ الموعد ديالو. كنتمنى التوفيق للجميع وجميع الناس اللي باغيين الفيزا، كنتمناها لكم ان شاء الله. مع السلامه.